انت مش هتبيع من السوشيال ميديا. ناس كتير بتتخيل انها لما تدخل عالم السوشيال ميديا بالبيزنس بتاعها بمجرد انها تعمل فيسبوك بيج وتعمل اكونت على انستجرام تاني يوم هتبيع. في خطوات تانية كتير لازم تتعمل علشان تعرف تبيع من خلال السوشيال ميديا. اولهم انك تعرف العميل بتاعك انت مين، تعرف العميل بتاعك مميزاتك، تفهم الناس منتجك كويس قوي. والاهم من كل ده انك تعرض اراء العملاء السابقين بتوعك على السوشيال ميديا. بعد المراحل دي كلها بتبتدي تفكر انك تعرض منتجك او تعمل ما يسمى بالدايركت سيل او البيع المباشر. لما توصل للمرحله دي تقدر ساعتها تشغل حاجه اسمها اعلان ممول. ولما تشغل الاعلان الممول لازم تكون متارجت العميل بتاعك صح، ودوت مش هيجي من اول مره، لازم هتغلط مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل لافضل عميل مناسب انت عايز تبيع له. وبعد ما بتخلص مرحله الاعلان الممول بتوصل لمرحله المودريشن. في ناس بتبعت لك رسائل وكومنتات من الاعلان الممول، فبالتالي انت محتاج ترد عليهم وتقنعهم بان منتجك هو افضل منتج وان سعرك هو افضل سعر وانك عندك مميزات حقيقيه. هنا وفي المرحله ديت اقدر اقول لك وبقلب جامد انت وصلت لمرحله البيع. شفت احنا وصلنا لكام مرحله؟ شفت احنا عدينا بكام مرحله علشان نوصل لمرحله البيع؟ اللي عايز اقوله لك باختصار يا صديقي ان السوشيال ميديا ما بتبيعش، السوشيال ميديا هي طول، هي اداه علشان تبيع بيها. وعلشان كده انا بقول لك